مساء الخير للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على السلامة خوتي حسن، على السلامة هما، j'espère que tu vas bien. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمار أحمد بارك الله فيك. سعد خالد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، هذا وين بداو يطلعوا خوتنا. إذا نتمنى مهدي أمسيو حياكم الله. على سلامتك خويا أحمد العمري، على سلامتكم كامل. فقط نطلب منكم أحبتي في الله باش تبارطاجيو هذا اللايف ويطلعوا خوتنا بالخف معنا، ونبداو إن شاء الله كي يرتفع عدد المتابعين من فضلكم أحبتي في الله، حتى لا نبقى مطولا في هذا اللايف ونكتفي بإعطاء المعلومات الأخيرة والمهمة، وكذلك نشر من فضلكم هذا اللايف حتى يصل للأحبة. حياكم الله، حياكم الله جميعا. نبيل بارك الله فيك خويا. إذا من فضلكم إذا تقدروا طلعوه بالخف هكذا باش خوتنا يلحق لهم ويقدروا يتبعوا هذا اللايف. عليكم السلام معاذ، حياك الله خويا. منذر وعليكم السلام، حياكم الله جميعا. يلا من فضلكم إذا الإسراع بيطلعوا خوتنا إن شاء الله، ونبداو هذا اللايف إذا حبيتوا خوتي، باش كي نبداو نهضروا مرة واحدة وما نقعدوش نعاودوا نفس الأسئلة ونفس المواضيع كل مرة. أهلا سطيف العالي، مرحبا خويا، مرحبا بكل الجزائريين والجزائريات في هذا اللايف من كل مناطق البلد وفي الداخل والخارج كذلك. تابعين أوفياء من ليون 69. حياك الله خويا. J'espère que tu vas bien, c'est que toute la famille. Donc voilà, s'il vous plaît partagez ce live, partagez هذا اللايف باش يلحق لخوتنا كامل، ونتحدثوا فيه على كل صغيرة وكبيرة فيما يخص تحذيرات المنتخب الوطني وكل ما جرى في هذه الأيام الأخيرة. من فضلكم فقط بارطاجيو هذا اللايف خوتي من فضلكم باش يطلعوا بالخف خوتنا، على الأقل نلحقوا العدد المطلوب اللي نقدروا نبداو به اللايف. من فضلكم أحبتي في الله، شكرا لكم. مساء الخير جمال، حياك الله معمر، صحيتو كامل. j'espère que vous allez bien. moi aussi salut mon frère. السلامة خوتي. يلا بارطاجيوه، كل واحد يبارطاجيه لخوتو باش هكذايا نقدروا نسينياليو لحبابنا اللي موالفين يتبعونا باللي رانا لايف، لأن العديد منكم قال لي يا مؤمن ما مشي يلحقوا لي منشوراتك واللايف تاعك، وهذا أمر معروف. لماذا؟ أنتم تعرفون جيدا أين الخلل. إذا بيضة برج مرحبا، سلمنا سي عدنان، سلمنا على سمير بشير من بيضة برج ثاني، سلم عليه كتير. إذا خالد نقاز، يا سلام أخويا خالد، إن شاء الله تكون بخير أخويا العزيز. إذا من فضلكم واصلوا النشر حتى يصل إلى الأحبة من فضلكم. 400 فقط الآن، مازال ما لحقناش العدد اللي لازم نبداو فيه اللايف، ولا نبداو خوتي معليش. يلا أحبتي في الله، لما تنشروه راح تبلغوا الإخوة باش يشوفوه، لأن تعرفوا ما راهمش يبلغوا. راني شغل شوية محظور في هذه الصفحة، ولكن ما عنديش الوقت كتير باش نقعد نبدل صفحات احتياطية وما شابه، لأنني لست مكترث أبدا بما يصنعه بنا هذا الناس، لأننا نقول كلمة الحق ولا نخشى ولا لومة لائم. هذه هي خوتي. إذا يلا نبداو خوتي، وانتم نشروه باش يلحق لخوتنا وباش دائما تلحقكم المعلومات الجديدة. ترون لايف كهذا في باقي الأيام يكون قد صعد بسرعة، ولكن اليوم الحظر متواصل لأسباب تعرفونها جيدا. مرحبا بناس باتنا. إذا نبدأ بتدريبات اليوم التي يكون الناخب الوطني جمال بلماضي قد حسم الفريق الذي سوف يبدأ غدا مباراة الطوغو. كل التعداد تحت تصرف جمال بلماضي، بما فيهم لاعب أيتنوري العائد من زكام، اللاعبان توغاي وزروقي كذلك اندمجا، ويكونان قد أنهى التحضير الخاص الذي كان
يتابعانه لأنهما التحق بالمعسكر نوعا ما بدنيا، نوعا ما يعني كانوا شوية مخصوصين بدنيا لأسباب، واحد كان مريض والآخر كانت عنده يعني شوية زكام نظن كذلك. واليوم رجعوا الحمد لله. توغاي وزرقي اندمج مع المجموعة بشكل عادي. اليوم تدربا تدريبا جماعيا من بداية إلى النهاية هما، وكذلك اللاعب أيت نوري العائد كذلك من الزكام. إذن هذه أول الأخبار اللي جبناها اليوم. ثاني خبر رئيس بوهاب مبولحي الحمد لله رغم يعني استدعاء الزغبة الذي يلتحق بالمنتخب الوطني، لا نعلم أنها هو مجرد يعني استدعاء احترازي. لما تشوف انت عندك حارس ثالث كيما رئيس مبولحي يروح لك يدو توجع، ممكن يعاود في لونطرينمون، ولا ممكن حتى يدخل ما تقدرش تعرف في مباراة ودية، ولا يقدر يعاود يقيسها يروشيتي. دونك جاب الحارس زغبة اللي اليوم كذلك تدرب مع المجموعة. إذن كانت اليوم مجموعة مكتملة و ناس تبصها. مرحبا أخي العزيز، مرحبا. فقط انشروا هذا اللايف باش يلحق الخوتنا ويلتحقوا بنا ويطلعوا بالخف معنا من فضلكم أحبتي في الله، لأن ما راهمش يسينياليو ولا يسجيريو الاخر ديالي لي لايف تاعي، ولا ما راهمش يخرجوا لحبابنا. قالوا لي كاع المؤمن ما راهمش يخرجوا لنا. دونك لازم ديروا الواجب خاوتنا من فضلكم باش يلحق لهم، وشكرا لكم مسبقا. إذا قلنا اليوم هذه هي تعداد مكتمل، كلهم دربوا بصفة عادية، والناخب الوطني يكون قد أنهى أو يعني خلاص حسم الفريق الذي سوف يبدأ المباراة الغد، وبنسبة كبيرة الفريق الذي سوف يبدأ بمباراة أنغولا. أكيد أن من يعتقد أن الناخب الوطني ليست لديه فكرة على الفريق الأول الذي يبدأ به منافسة كأس إفريقيا فإنه لم يفهم شيء في كرة القدم. للأسف هناك هكذا ناس يديروا روحهم ما يعرفوش، ولا ما نعرف بالك، ولا يحبوا يضغطوا على ضغط سلبي ما عنده حتى ضغط إيجابي. الضغط الإيجابي مليح، بصح الضغط السلبي هذاك ما عنده حتى معنى، وما عنده حتى صلاحية، وما عنده حتى يعني ما راح يجيب والو. هذا الضغط السلبي ذكرني بضغط 2019 اللي دانا الكأس إفريقيا، ورحنا ودرنا كأس إفريقيا وجبنا النجمة الثانية، وإن شاء الله هذا العام لما لا نروحوا نجيبوا النجمة الثالثة. اليوم لما نتحدث على أهداف المنتخب الوطني، هناك من يرى التتويج، هناك من يرى لعب النهائي. لا يا أخي، أنا لما تقول لي النهائي تلحق للنهائي وما تديش إخفاق، أنا ماشي إيبوكريت، أنا ماشي منافق، أنا ماشي ستوت. أنا كي نقول لك لازم تروح للنهائي نقول لك لازم تديه، ما عنده حتى معنى أوبجيكتيف نروح للنهائي. أعطولي المعنى تاعها، أنا لازم يروح للنهائي. لا، لما تقول واحد لازم تروح للنهائي لازم تكون شجاع وتقول له لازم تدي كوب دافريك. شغل الجزائر يتلعب وحدها، ما كاين سينيغال، ما كاين مصر شامبيون دافريك في شامبيون دافريك، ما كاين نيجيريا، ما كاين كاميرون، ما كاين المروك، ما كاين تونس، غير الجزائر اللي لازم تجيبها. علاش الجزائر لازم تجيبها؟ باش بالماضي اذا لحق الديمي فينال خلاص ديمي فينال ماشي مستوى لازم يروح. يا ودي حتى ولادها يروح، لازم تكون شجاع. لما تكون عندك قناعة باللي بالماضي لازم يروح، والله لو عندي قناعة أنه بالماضي لازم يروح، أقسم بالله قناعة وليست تصفية حسابات، غير نقولها، نقول حتى ولو فاز بكأس إفريقيا عليه بالرحيل. قناعة وشجاعة من الفوق. عندك تقول يروح لا النهائي ما عندها حتى معنى. أنا اللي يطلب لي النهائي وما يطلبليش نديها ما عندها حتى معنى. هذه أول شيء. ثاني شيء، منذ متى بالماضي ذهب لنهائيات كأس إفريقيا ليخسر؟ وهذه المرة غير من أسلوب تواصل. Il a changé de stratégie de communication en parlant d'aller le plus loin possible. علاش؟ باسكو عشنا إخفاق كبير في الكاميرون اللي كنا نتوقعوه بكل صراحة. أنا واحد من الناس كنت نتوقعه وهدرت لكم شحال من مرة. اليوم عندك كوت ديفوار في استادها، عندك سينيغال، عندك مصر، عندك نيجيريا، عندك كاميرون،
عندك هادو خاطيو بالون في لافريك، غير حنا اللي واجدين. غارديان دو بيت موندريا يلعب في الليغ 2 ولا تيتولار نيميرو 1. يوسف عطال اريال دروا il manque de compétition. ايت نوري اول مره يلعب كاس افريقيا. موندي ما راش تيتولار انديسكوطابل في فريقه فياريال. بن سبعيني بسم الله ما شاء الله. بن طالب في الوسط بسم الله ما شاء الله. داكور حنا هذه حاجه اوكي نقولوا اوكي. من تاني؟ بن ناصر عائد من اصابه. حسام عوار اول كان. فغولي ليس سفيان 2019 ولا سفيان 2014. من كذلك كل هذه اللاعبين. وترى من يقول لدينا لاعبين في اعلى مستوى وفي فورمه كبيره، وان لم نجلب كاس افريقيا فاننا مفلسين وكذا. وين هو عطال؟ عندك عطال ماهوش يلعب، عندك جيتون رومبلاسون تاعو بريمير كوب دافريك، لاريير غوش عندك كايت نوري بريمير كوب دافريك، عندك العروسي بريمير كوب دافريك. على ما تهضروش بالواقع. انا كي نقول لواحد لازم تروح فينال ما نقولوش لازم تروح فينال، نقولو لازم تجيب كوب دافريك ولا ترحل. وكي يكون مقتنع باللي بالماضي ما لازمش يقعد نقول له يا جمال حتى وان فزت بكأس افريقيا عليك بالرحيل. بل ما خلينا التلاعبات، ما حفظناش درس 2019 مازلنا في نفس الاخطاء. حياكم الله جميعا احبتي في الله، يعطيكم الصحه وعليكم السلام عادل كامل. قلنا هذه اهداف المنتخب الوطني هي جمال بالماضي يريد الذهاب بعيد ويريد اهداء الجزائر نجمه ثالثه. واريد ان احيي مبادره رئيس الجمهوريه الذي 50% من تكاليف 20,000 مناصر. 2000 مناصر ان شاء الله، ان شاء الله 20,000 خرجت من فمي وحدها، ان شاء الله 20,000 ولا رحنا الربع النهائي ولا نصف النهائي رانا تم باذن الرحمن، رانا تم باذن الرحمن. ولكن اليوم ان كنا حياك الله نور الدين بارك الله فيك بن علان. اذا اليوم ان كنا وطنيين ونحب الجزائر بعيدا عن تصفيه الحسابات وتصفيه يعني ويعني اصطياد في المياه العكره، علينا ان نكون منصفين وموضوعيين. هذا واش كاين؟ ما فيها والو. انا لو كنت 100% مش مقتنع كما في 22 قلت لكم لا رحنا الدور الثاني يعتبر انجاز في الوقت الذي كان العديد يقول اننا لدينا فريق ولدينا. لا، كل نسخه من الكان لديها خصائصها ولديها بعض الامور الداخليه التي لا يفقهها ولا يعرفها الجميع. نتحدث عن الامكانيات. منذ متى الجزائر تشتكي من الامكانيات؟ ارايتم امكانيات مصر؟ ارايتم امكانيات كوت ديفوار في بلدها؟ ارايتم السنغال في اي ظروف يعمل في دكار؟ ارايتم كل هذه ام رايتم الا الجزائر التي وفر وليد صادي كل ما يجب توفيره للذهاب بعيدا في كاس افريقيا من عتاد ولوجيستيك وموين بيداغوجيك لا احبتي في الله، لا احبتي في الله، نحن لا نريد الا الخير للجزائر وليس بالماضي كشخص. بالماضي سيذهب، ولكن انك تقول نحن المرشح الاول ويجب ان نذهب الى النهائي ونفوز بك، يا اخي ماكش تلعب وحدك. ولو انني متفائل جدا باذن الرحمن ان نذهب بعيدا في هذه الكاس ونكتب نسخه جميله اذا جزنا الدور الثالث. يعني اذا رحنا الكارت فينال باذن الله نديروا دوره مليحه. وانا قبل ما نكون صحفي او محلل مناصر وفي للمنتخب الجزائري، نعم مناصر قبل ان اكون صحفي او محلل. وتحيا الجزائر رابحه ولا خاسره، تحب ولا تكره، حنا اللي خدم نقولوا له خدمت. عمرنا ما نمحيو شكون خدم ونجيبوا واحد عمره ما خدم ونديروه خدم، مستحيل. هذه هي. كاين رجال يا ناس كيما هذا السي مصطفى الله غالب ما يقدرش يهدر كلامه، فهمت؟ يهدروا كلام تاع الناس يسمعوه ويجوا يهدروا خدمة لبعض الأجندات، وهي معروفة على كل حال. ولكن الحمد لله الحمد لله عندنا اللاعبين اللي عندهم جد، يعني جد
عندهم فريمون اون موتيفاسيون، يعني عندهم تحفيز كبير وكبير جدا للذهاب بعيدا. وهذا ما لمسته منهم ان شاء الله، من عند العديد منهم لمست منهم رغبة كبيرة في تمثيل الجزائر تمثيل قوي جدا. إذا اليوم منذ متى قلنا الجزائر ما عندهاش لوجيستيك؟ من وقت راهو من 2013 2010 2013 رحنا بدعم لوجيستيكي قوي جدا، خرجنا من الدور الأول. 2015 دينا كاع سيدي موسى وخرجنا من الدور الثاني. 2017 كنت حاضر في فرنسفيل كذلك تقريبا نفس الشيء، أتينا بكل شيء من الجزائر. ولا نسيتو؟ خلاص لازم هاد المرة أنا جبنا ودرنا، ولو كان ما يديش كوب دافريك الله يسهل يروح وراه المشكل. راح بالماضي ومن بعد وراه المشكل. هذا هو الهدف تاعكم في حياتكم، يروح بالماضي. ماشي الجزائر تروح بعيد وتخدم في ظروف جيدة وتكون عندها حظوظ حقيقية وحظوظ يعني ودعم معنوي من الجميع. لا يا إخوان، هذا الواحد مريض سبحان الله العظيم، حتى تولوا الإنسان يولي ما يقدرش يهدر حتى يولي يهدر برك. تقول لا يا الناس راحت تصطاد في المياه العكيرة. قويري مشكلة مع بالماضي لأنه عرف ما يلعب. لا ما كاش كاع منها. قويري ماهوش مهبول بالماضي، يدير كلش باش يجيب قويري ومن بعد ينحيه من ليكيب. اسمع ما راكش تيتيلها واش دار ليكيب تيب مازال ما دارها. ياك راكم تقولوا مع طوكو يديرها، ياك راكم تقولوا مع طوكو راح يحسن الفريق الأول يبدا بكأس أفريقيا. كيفاش دخلتولي قويري باللي نحاه؟ كيفاش جاكم التخمام هذا؟ ولا لو كان ماشي تخلاط؟ أنا نقول لكم علاه اختلاق هذه المشاكل واصطناعها لتكسير المجموعة والخروج من الدور الأول والعودة للمصالح كالعادة. نظن أن اليوم قويري ذهب لأنه شئنا أم أبينا، إصابة دبلوماسية، إصابة مفتعلة. أنا لست طبيب، أنا نقول لكم واش عندي معلومة. الرجل كان يعاني من آلام في الركبة، تحدث مع الناخب الوطني جمال بالماضي. لو كان صح جمال بالماضي كما راهم يقولوا بعض الناس باللي ما راهوش حاب يلعبوا وراهو دايروا حل ثالث أو رابع أو ثاني، يجي لينا في كونفيرونس دي بريس قال قويري راهو مصاب، لا أدري إن سوف يبدأ كأس إفريقيا أم لا، يسهلها على روحه ولا لا. قال كاع راهم واجدين تما، دار له الضغط نحتاجك، راني معول عليك يا قويري. شوفوا واش قلت في الندوة الصحفية. هاي القراءة كش تندار يا إخوان، ليس العكس. وطرح زاوية واحدة في التحليل وهي مشكلة، لأنه يريد أن يكون أساسي وقويري فوق الجزائر وتحت الجزائر. واش هذا الكلام؟ عندك معلومة مدها مرحبا خويا العزيز، ناخدوها عليك ولكن تقول لي معلومة مؤكدة وأنا نكتبها من عند الصحفي أو المحلل فلان بن فلان، معلومة مؤكدة نكتبها بكل سرور وبكل موضوعية. ولكن أنك تخلق تخيلات في راسك فيه مشكلة وضغط له كيما لعبش، تا يديق لك كيما تلعبش، تبين بلاستيك في لي ماتش اميكو، عندك دو ماتش اميكو يدخلك، تبين بلاستيك ماشي تتحجج بالإصابة وتروح. بعيد جدا عن أمين قويري هذا الأمر يا إخوان، بعيد جدا عن أمين قويري. أمين قويري تحسس تقول بصح كاين ناس خافوا، ربما يخافوا ما على باليش، ما قالوش علاش ران لعباتو كان مصاب في 20 ديسمبر الأخير في آخر مباراة الليغ 1. قدرتوش تطرحوا هذا التساؤل، طرحتوا غير تساؤل واحد. بالماضي قال له ما تلعبش ومانيش نحتاجك تيتيلار وهو زعف. على ما قلتوش ران غامرت به وبعثت ملف تاعو صحيح انه مصاب وغامرت به ولعبته في المباراة الأخيرة من الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب في ران. حد ما يقولها هذه، قالها غير بالماضي. ولمن كان الرد تاع ران كان بالماضي فقط. رأيتم
رأيتم القراءات في المعلومات، هذه هي القراءات السليمة، وليس افتعال مشاكل غير صحيحة بتاتا. أنا لما قلت نادم قويري على تضييعه للكام يعني تحسر، هذا هو المصطلح السليم، تحسر كثيرا لأنه كان يريد تمثيل بلده، وأنا لا أشك في ذلك. اللاعب كان يريد اللعب للجزائر، واليوم لم يوفقه الله، فاختار الله له أن يكون مصابا لهذه الدورة. وهناك دورات أخرى، هناك تصفية كأس العالم، هناك دورة المغرب التي تنتظرنا في شمال إفريقيا، وتعرفون الجزائر لما تلعب في شمال إفريقيا انتقالات بالآلاف، ديبلاسمون بالآلاف، والملاعب التونسية والمغربية والمصرية بالأهازيج الجزائرية، والعلم الجزائري علم الشهداء. سوف نحتفل جيدا هناك إن شاء الله، ولكن خلينا مركزين على هذه الكان المقبلة. إذن فيما يخص قويري هذا ما لدي أحبتي في الله. فيما يخص عوار، كنت قلت لكم في اللايف الأخير أن عوار سيكون في الكان، وليست يعني كلام كان يعني من راسي ولا لا، معلومات دقيقة ورسمية. هاو عوار اليوم في المجموعة، ونزيد نعطيكم حاجة مليحة، راهو موتيفي باش يدير اون بون كان، تيتولار رومبلاسون في التريبون كيما تحب، راهو موتيفي باش يربح اون بلاص في ليكيب ناسيونال. كان قادر هو تاني كيقول لك عندي بزاف ما لعبش، نقعد في روما راني لاباس عليا، هذه هي راني مليح في روما. يا أخي ما راني محامي تحت واحد، راني نهضر بالمعلومة، ما رانيش نجبد من راسي. تحب نكذب عليك نقول لك صارت دبزة ومشاكل وقالوا ما تزيدش تعيط لي، هكذا حبيت. اتقي نفسك، اتقي الله في نفسك يا أخي، اتقي الله في نفسك. يحق لك تنتقد الخيارات والاختيارات، ولكن لا يحق لك أن تكذب وتختلق وتفتعل مشاكل. سبحان الله العظيم، من باب الاحترام والأخلاقيات المهنة. أخلاقيات المهنة ليست فقط في بعض الأمور التي تساعدك أنت وفقط. نظن أن فيما يخص اللاعب بن رحمة واللاعب براهيمي تحدثنا كثيرا أخي محمد عن هذا الثنائي. لكي تذهب بعيدا في دورة مغلقة ككأس إفريقيا يجب أن تكون لديك مجموعة متلاحمة، مجموعة مستعدة للموت، كقلب رجل واحد يدافعون عن هدف واحد، وهو الذهاب بعيدا في كأس إفريقيا. ولما لا العودة بالنجمة الثالثة بإذن الله العلي العظيم، لما لا؟ نحن هنا دائما وراء المنتخب الوطني، كيما كانت الأمور رانا وراه. انت كيكون عندك لاعبين يرفضوا البنك الاحتياط، ما عندهمش يعني ردة فعل إيجابية لما ما يلعبوش، يخسر لك الجروب، ما تقدرش تديه. تربح خويا، هذا واش كاين، ما عندي ما نزيد لك فوق هذا الشيء، وهذا الشيء معروفة بالبكري. Non, c'est faux, Walid Boubaker. Soyons raisonnables. Comment vous avez su, monsieur Walid Boubaker, que Guéry n'avait pas sa place et qu'il n'allait pas commencer? Il faut arrêter de déconner. Il y a encore 2 matchs amicaux, plus le premier match de l'Angola. Il peut pas gagner ما يقدرش يجيب بلاصتو. وكيخير الجزائر قويري يخيرها باش يلعب غير تيتيلاه. اتقي الله. Là vous enfoncez Guéry. Là vous êtes en train, monsieur Boubaker, d'enfoncer le clou sur Guéry Miskin. Est-ce qu'il vous a dit lui-même ça? Si vous avez l'information. Non, soyez raisonnable un petit peu. Qui vous a dit que Guéry sera un éternel remplaçant en équipe nationale? Non, soyez raisonnable. Monsieur Walid Boubaker, n'a-t-il pas joué tous les matchs sur la Coupe de Belmadi ou presque? Non, il a joué à gauche, il a joué avant-centre seul, il a joué en 9,5 contre la Somalie. Non, soyons raisonnables. Faut pas suivre les casseurs de l'équipe nationale. S'il vous plaît. Soyez raisonnables. Moi, je discute. Bon,
باسون اوت شوز سيل فو بلاي، لان نمروا لحاجه اخرى. فيما يخص لا، المباراة الطوغو غير متلفزة، مباراة الطوغو غير متلفزة، فوالا. وحتى مباراة بوروندي غير منقولة، المباراتين غير منقولتين لأسباب اختارها جمال بالماضي. إن شاء الله الثالثة معاد، لما لا؟ علاش لا؟ احنا نتفائلوا خير. إذا قلت لكم فيما يخص أمين قويري هذه هي، حسام عوار العروسي كذلك، الذي تساءلنا كلنا كيف للاعب لم يلعب شهرين يكون في المنتخب الوطني. العروسي العديد منا، العديد من بعض المتشائمين كان يقول أن هذا اللاعب لا يصلح ولا ما عنده حتى بلاصة في ليكيب ناسيونال وما زقاولوش. الحمد لله راهو اليوم العروسي هذا ردي لمن كانوا يشككون في مصادرنا وفي أخبارنا. العروسي راهو في كاس إفريقيا، ما راهوش كونفوكي ليكيب ناسيونال، راهو في كاس إفريقيا 2023 التي ستلعب من 13 جانفي إلى 11 فبراير 2024. فوالا تو. دونك واش نقول لكم خاوتي، اون ا في لو تور جو بونس. دونك اتوندون بور فوار، حنا نتمناو خاوتي نكونوا دائما وراء المنتخب الوطني، ونكونوا يعني موضوعيين، ونتفادى الناس السلبيين. انا نقول ونعاود، لما تطلب لي نروح للنهائي وما تطلبليش نديها، سي با نورمال، كاينه حاجه ما كاينش منها باسكو لا كوب تورنوا يحتفظ الا اللي داها. بوركينا فاسو لحقوا في 2013 لا فينال يا منعاش ما داواش، قعدوا نحكيو على بوركينا فاسو ما داواش، داتها نيجيريا يا اخي هكذا. هادي باش نتفاهموا مليح خاوتي. اذا اليوم نتمنى خاوتي نقعدوا بهذه اللحمه الواحده، قلب رجل واحد وراء المنتخب الوطني. ان شاء الله نروحوا بعيد بكل ما نملكه من امكانيات بشريه تقنيه وماديه والاقتصادي. للامانه والاقتصادي منح كل ظروف العمل وكل الامكانيات للذهاب بعيدا، وهذا ما ورثه من معلمه الكبير السي الحاج محمد روراوة. هو حبينا ولا كرهنا، سي لوي كي ا مي لي برانسيب دون بون بريباراسيون افريك. هو اللي ولا يحضر كاس افريقيا 2025 من 2023 يبدا يحضر ديبلاسمون تاعنا تاع جوان، خلاص ريزيرفي ومغلوق فيرمي. هو اللي خلق لهم هاد العفسه، ديبلاسمون في جونفيي، ديبلاسمون تاع جوان تاع لا دات جوان ودات سبتمبر مغلوقين، سي فيرمي. لوتيل لي تيراو نوطرين وكلش، هادي يعرفها مليح والد. تما ماشي حاجه جديده، وما تقعدوش تقولوا الجزائر الفريق الواحد والفرق. لماذا يعني كل هذا الشيء؟ وعلى حاجه جديده؟ هل هي حاجه جديده؟ هذه هي اللي تجيب لك كوب دافريك. ما لا يلا سينيغال، مروك، مصر، نيجيريا، وشمون كامرون، ولوا ديالكم داتها الجزائر، هاي خلاص ما نلعبوش، ما نلعبوش. لا هو الضغط السلبي اللي نحبوا نديروه على المنتخب تاعنا، ماشي الدعم المعنوي والقوي. نعم عندنا لاعبين، نعم المجموعه قويه تاعنا، نعم المجموعه ان شاء الله تكون حفظت من دروسها، من دروس تاع 2022. نعم ان شاء الله حفظنا من التحضير، ما رحناش للخليج كيما راحوا بعض المنتخبات الافريقيه. هاد المره خيرنا لافريك باش نتاقلموا مليح. حنا دون دي زوتيل ان بو ديفيسيل باش نتاقلموا رابيدمون لا كومبيتيسيون اللي راح تستنانا في بواكي. ها كلام شباب، والله غير حاورت واحد المدرب هاد الايامات نخرج الحوار، اقسم بالله غير تقول له عايش معانا، مدرب تاع منتخب افريقي. قال لي سبحان الله، قال لي الجزائر لا تحتاج الا الى شيء، ثقه كبيره من جمهورها ومن
صحافتها. واليوم أنتم تخلقون مشاكل ليس أي مكان في هذا المنتخب تاعكم. شوفوا جرى يقول، قالك خليوا الرجل يخدم. ما تكفيناش الكولاسة اللي راه والد صادية لاغيت با دو فواغ يحوس كيفاش يكون واقف وحاضر باش يحمي المنتخب الجزائري. نزيدوا الضرب تحت الحزام. خلونا من الضرب من تحت الحزام خاوتنا. نحييو كذلك الوقفة تاع رئيس الجمهورية. تعرفوا كثير خاوتي والله واحد ما قال لي يقول اقسم بالله غير قناعة. ربي شاهد وما على بالهم راني الحمد لله ما خصني والو الحمد لله. قناعة وشهادة لله. خاطيني السياسة. أنا نحكي بالون. هذا الدعم تاع المناصرين إذا كنا في الدور الأول 2000 3000 4000 في كل مباراة ونزيدو نطلعو إن شاء الله الدور الثاني ونديرو البون أيريان كيما العادة لأبيجون. صدقوني غير نعيشو أحلام جميلة. وهذا كلها مكاتب الله وإحنا رانا قدها وعندنا إن شاء الله فريق. تيران هو اللي يحكم بدون هذيك الهضره. وحنا نستبقوا غير الشر. سبحان الله. انا نستبقوا غير الشر ما نستبقوش الخير. تفاءلوا خيرا تجدوه. يا سبحان الله. ما نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله. من فضلكم شويه دعاوي الخير راني شويه تعبان. على كل حال نسال الله الشفاء لنا ولكل المؤمنين. حبيت نقول لكم برك من فضلكم راكم تشوفوا ما راهمش يطلعوا خاوتنا ما راهوش يلحقهم. ما مشي بارطاجيو لي لايف تاعي ما مشي بارطاجيو المنشورات تاعي لاسباب تعرفونها جيدا. نحن ضد الظلم. نحن مع الحق وسوف نبقى اوفياء لقضيتنا مهما حصل ومهما كلفنا. هذا الا فيسبوك. وما يهمني هو وصول الكلمه الحق لجميع الاحبه. اذا من فضلكم انشروا اتركوا صوتنا يصل للأحبة. وإن شاء الله تاني كنولي ندير في اليوتيوب أحسن ولا في تويتر لأن هنا راكم شفتوا الحظر متواصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.